يسعد أوقاتكم مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام عبر الموجة 103.5 من قامشلو وريفها. عم تسمعونا وعبر البث المباشر لصفحة الإذاعة على موقع الفيسبوك بوير عربي. بترافقونا مشاهدة في هذا اللقاء الخاص والحديث حول مرض الماء الأبيض في العين، أحد الأمراض العينية الشائعة لدى الكثير من الأشخاص وخاصة بين كبار السن. للحديث أكثر حول هذا المرض، كيفية العلاج وتقنيات المستخدمة ومنها الفاكوليزر، معنا عبر الهاتف ضيفنا الدكتور مصطفى عبد الكريم، الاختصاصي في طب العيون وجراحتها. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم وكل المستمعين. يا أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية، ما هو الماء الأبيض؟ أين يتشكل؟ في أي جزء من العين؟ الماء البيضاء او نقول بالعلمي سات، نعم. يعني باللاتيني كاتاراكتا، هو يصير تعتم بعدسة العين. مهم. العين بتشكل من ثلاث طبقات. في طبقات الخارجية، وفي أوساط الكاسرة، يبدأ من القرنية، بيت الأمامي، العدسة، الخلط الزجاجي الذي تصل الشبكية. نعم. العدسة هي بتقع ما خلف القزحية، يعني مم. ورا البؤبؤ. هذيك العدسة مهمة كتير مشان نقدر نشوف بقى اللي يصير فيها مم. خلل. نعم. الخلل لما يصير فيها يصير مي بيضاء، يعني هي لازم تكون شفافة. لما تكون شفافة يكون الرؤية منيحة. ليش؟ لأنه يصل الضوء للشبكية عن طريق القرنية، نعم. مثل ما حكيت لكم الأوساط كاسرة. نعم. بس يصير فيها خلل، يصير مثل عتامة. مم. هالعتامة بيحجز الضوء، يقلل من الضوء ويبدا يتشكل بشكل شوي شوي. هالضوء يخف، مم. يعني يبدا يشوف اول شيء مثل الضباب خفيف، بعدين يبدا يتشكل ليصل درجه ما يشوف نعم. كثير. نعم دكتور. إذا هي أو هو مرض يصيب عدسة العين بالذات، من العين. بالضبط. هذه العتامة أو ترسبات، كيف تتشكل هذه الترسبات؟ ناتجة عن ماذا دكتور؟ هي هي ناتجة أسباب كثيرة لها. نعم. هلا هي العدسة هي بنفسها متشكلة بالنسبة العظمى من المي ومن الألياف البروتينية آه. والأملاح. مم. يوم يصير خلل فيهم يبدأ يصير عتامة. هالعتامة لها أسباب كثيرة. تقدم العمر أهم آه. شيء. مم. أمراض جهازية مثل السكري أها. كتير. الاستعمال المديد للكورتيزون، وللاسف في كتير منه هون عم بشوف مرات بالصيدليات عم ياخذوا الديكساميتازون مشان الوجه والوجبه. هدول آه. كلها عم له اثار سلبيه بالمستقبل، نعم. يتشكل مي بيضاء. غير هيك شو اسمه ردود العين، مم. يعني اكل ضربه او شغله. التعرض الشديد، يعني التعرض المستمر لاشعه الشمس، كمان هاي من احد الاسباب. أها. وفي اسباب التهابيه كمان. مهم. ممكن عمليات جراحية سابقة للعين تكون أحد العوامل المؤدية دكتور؟ طبعا ممكن يكون عامل قبل هالعملية، يكون بعد منه تشكل الساد. أها. في له كتير أسباب، بس الشيوعا هي عند المتقدمين بالسن بالعمر. هو السبب الرئيسي التقدم في العمر، وجملة من الأسباب نعم. أشرت إلها بتتعلق بالصحة وبتتعلق نعم. بعوامل خارجية، بالضبط. مثل التعرض لأشعة الشمس أو أشعة غير صحية، صح. أو نظام غذائي صح. أو نظام غير سليم، أو أخذ حتى أدوية مثل الغذاء الكورتيزون. الصادق. صحيح. مهم. دكتور، شو هن الأعراض اللي بتصاحب أو اللي بتأدي أو اللي بتشير لوجود الماء الأبيض؟ هل هناك أعراض بدائية أم تكون غير بادية في البداية؟ لا، هي عندها مراحل. هي بتبدأ بالساد البدئي، بعدين يصير بداية الاكتمال غير مكتمل، بعدين عم نقول مكتمل، بعدين نقول فرط المكتمل يعني. نعم. أما البدائية، بالفترات البدائية المريض يشعر في عنده مثل غباش خفيف مثل الضباب، بس ضباب خفيف يشوف. مم. بس يشوف مثلا يطلع على اللمبة، على الإضاءة، يشوف فيها مثل أشعة يعني مو واضحة. نعم. الكونتور ما يكون واضح. مم. بالليل مثلا في كتير منهم يقولوا عندي مثلا الصبح عم بشوف منيح، بس بالليل عندي شوية أشعر في كأنه عندي ضعف لما أطلع لبعيد. هدول تشوش كلها دكتور؟ بالمسافات البعيدة طبعا. مم. في حالات الساد لما يكون مركزي بالعكس،
مم. مثلا المريض يقول بالليل اشوف بالنهار ما اشوف، هذا يكون عاده هذول يكون الساد الخلفي المركزي. مم. بالشمس بتقبض الحدقه، لذلك يصير عنده ضعف. نعم. اما بالليل عم يتوسع الحدقه يقول عم بشوف. هدول عاده قليلين. اما النسبه العظمى هن من الثانيين، اللي نعم. يشوف مم. ضبابيه وعدم يعني وضوح الكونتور، ما يقدر نعم. يشوف، بس يكون هالشوف مثل ضباب خفيف، نعم. غشاوه خفيفه. وهالغشاوه مم. مع الزمن مم. تزداد. طبعا غير مؤلم، السات غير مؤلم مم. الا في حالات الالتهابيه ممكن، بس بشكل عام او يكون مترافق مع ارتفاع التوتر باطن العين. مم. اما الحالات الثانيه تكون عاده المريض ما يشعر، بس يشعر مع الوقت شوي عم يخف. نعم. دكتور، هلا الساد ممكن يكون في له تصنيفات، أشرت للمركزي والخلفي. هل ممكن كل أجزاء العدسة ضمن العين تكون معرضة للترسب، أم هناك جزء محدد من العدسة بحد ذاتها ممكن يصير هالترسب؟ لا، العدسه هي نحن تتشكل من المحفظه الاماميه، من النواه العدسه، ومن المحفظه الخلفيه. نعم. يوم اللي مم. يبقى النواه يتشكل فيها لما يصير فيها خلل، شو يصير فيها بياض. هذا نحن نقوله الساد العادي، أي. اما في مرات يكون بس الساد مانو النواه مم. شفافه، بس ايش؟ مثلا المستعملين الكورتيزونات، هدول آه. عاده هالترسبات الكورتيزونات كلها يقع لوين؟ على المحفظه الخلفيه، لذلك يصير عنده ساد خلفي. مم. لذلك هدول عاده بالاضاءه ما يشوفوا، عكس الثانيين. مم. الثانيين يقولوا بالليل يصير عندنا ضعف، مم. هدول بالنهار يقولوا عندنا ضعف. نعم. يعني يبقى على حسب الجزء بالعدسة ويتقرر النوع الساد. نعم. دكتور، أنتم في مشفى القلب والعين، وفقا للمشفى تم إجراء ما يقرب من 175 عملية فاكو ليزر خلال الفترة الماضية. ما هي هذه التقنية العلاجية المستخدمة في علاج العين؟ هلا نحن اشتغلناها بالشهر الماضي، يعني خلال 10 ايام الشهر الماضي، بس هو بالمجمل من خلال هالسنه الاخيره اشتغلنا حوالي 1250 عمليه فاكو. نعم. أها. الفاكو، مشان نبي نعرف فاكو شو هي، كثير يقولوا فاكو ليزر، هي مو ليزر، هي اسمها فاكو بالامواج نعم. فوق صوتيه. مم. بس مشان اقول لك بانه في عنا طريقتين للعمل الجراحي للساد. نعم. هلا هو بقول لك شوي مم. بالتاريخ، بالبدايه قبل 30 40 سنه كان في شيء اسمه يقولوا له انترا، يعني كانوا يطالعوا العدسه مع المحفظه الاماميه والخلفيه كامله. مم. بعد منه صار طريقه تطورت، صار اسمها اكسترا. مم. اكسترا دعم الخزعه للمحفظه الاماميه، ونطالع النواه مثل ما هي، مثل حبه عدس مطالعه، نعم. ونخيط الجرح. هذا اسمه ساد جراحي، يعني أها. جراحيا عم مم. تطور هلا خلال هالعشر سنوات الاخيره، وخاصه الفتره الاخيره أها. صار تقريبا بكل الدنيا، وحتى عندنا بسوريا مم. وبشمال شرقي سوريا صار شيء اسمه فاكو. نعم. الفاكو شو هو؟ هو عباره عن جرح مانو كبير 3 ملم، مم. نفتت، نشيل المحفظه، ما نطالع النواه كامل، وانما نفتته بالجهاز الفاكو. هي جهاز فاكو يعني عباره عن امواج فوق صوتيه، نعم. تفتته مم. وتمتصها وتشفط البقايا وتحط فيها العدسه اللينه. مم. بالجراحه يكون العدسه صلبه، يعني عدسه قاسيه، لانه بتفتح العين. نعم. هاي الفرق يعني. لذلك العملية الفاكو عملية كتير متطورة بالنسبة للجراحي اللي قبل الإكسترا، والإكسترا كان متطورة قبل الإنترا. أها. يعني كل ما يتطور كل ما يزيد تقنية، وهي كلها لصالح إيش؟ مم. يعني هلا مثلا بالسادة الجراحي في عندك خياطة يعني بحدود 5 أقطاب ينحط، مرات يصير عندهم انحراف او استجماتيزم لما يكون في شد نعم. بالاقطاب، بعد شهر شهرين تشيل الاقطاب لبين يرجع، بده شويه وقت، في مم. اختلاطات. بس بالفاكو هذول كلهم ما في تقريبا، لانه ما في خياطه بالفاكو، عباره عن جرح بتفوت فيها بجهاز الفاكو، بتشفط مم. وبتحط العدسه اللينه، وعاده خلال كم يوم باسبوع يرجع ان شاء الله، اذا ما في اختلاط واضح مم. يصير وضعه كثير كويس. نعم. دكتور، إذن هذه التقنية هي الأحدث والأفضل
في مجال نعم. علاج العين أو الماء الأبيض في العين. من المميزات أشرت إلها مسألة أنه ما في ثقوب كتيرة، يمكن العلاج بيكون ما في جرح أسرع. كبير، عبارة نعم. عن جرح 3 ملم، نعم. بالثاني عندك جرح كبير ما هي وما في مميز خياطة أهم شيء. نعم، ما هي المميزات الأخرى للعلاج بهذه التقنية؟ هلا بهذه تقنية الفاكو العلاج ما بتفتح العين كامل، بتفتحها فتحة صغيرة. نعم. لذلك يكون الاختلاطات، إن كان وزمة قرنية، إن كان خروج القزحية بأثناء العملية، هدول كله عادة تتلاشاه. نعم. هدول كلها كتير مهمين مشان خاطر البروجنوس، أو يعني المستقبل مشان العين. نعم. يعني العين بالفاكو بخلال اسبوع 10 ايام يلتئم ويصير مثل اي عين، يرجع كانه نعم. شيء لم يكن. بالجراحه يتاخر الالتئام، بعدين نشيل الاقطاب هدول. هلا هاي الموجوده الفاكو اللي عندنا الموجود هون هي احدث جهاز موجود عندنا هون بالبلد. نعم. طبعا في هلا تقنيه لسه متطوره اكثر من هيك، اسمه فيمتون سكند ليزر. مم. هذاك لسه مو متوفر عندنا بسوريا. مم. اما قلنا امل هذاك لسه هذيك متطوره اكثر من الفاكو اللي موجود عندنا هلا الموجود. نعم. دكتور والجهاز اللي عندنا كمان مم. صراحه، الجهاز الموجود عندنا بالمشفى القلب والعين هو جهاز دورك امريكي، يعني جهاز متطور نعم. جدا ومن الاجهزه المميزه على مستوى العالم. حتى موجود عندنا وموجود يمكن على مستوى سوريا، يمكن موجود بمشفيين 3 مو اكثر، يعني ما اتوقع يكون اكثر من 4 5 اجهزه موجودين. دكتور الموجود عندنا منه هذا. نعم. دكتور، مبدأ العلاج شو هو؟ العلاج للماء الأبيض بحال استخدام هالتقنية اللي هي الفاكو والمسمى ليزر، ولكن هي لا تعتمد على الليزر، تعتمد على الأمواج فوق الصوتية. هي مثل ما دكتور، عارف حتى مبدأ فيديو ليزر العلاج بس هو كان ليزر. استبدال العدسة؟ طبعا العدسه اللي صارت فيها تكاثف صارت هذيك آه. تفتته، تشفطه وبتحط من بداله عدسه اصطناعيه. نعم. يعني مشان هذه يرجع، لانه مشان يبدا يشوف الدكتور يرجع مثل ما كان. هذه العدسة التي توضع آه، بمكان العدسة الأصلية أو العدسة الطبيعية التي تلفت نتيجة نعم. هذا المرض، هل لها أنواع؟ طبعا العدسات كمان، العدسات كمان عم تتطور كثير. يعني قلت لك بالجسار الجراحي كانوا يحطوا عدسات صلبه، هلا صارت عدسات الطريه اللينه. أها. هالعدسات عم تتطور. هلا بايام زمان كان يعني لهلا الموجود الشيوعا عم نحط العدسه العاديه اللي مم. يشوف البعيد. لما مم. تعمل العمليه هو كان عنده مشكله بالبعيد، ترجع له البعيد، بس القريب مجبور تعطيه نظاره. نعم. هلا في شيء اسمه طالع العدسه البعيد والقريب الاثنين مع بعضهم بنفس العدسه، شويه اغلى بس في موجوده. يعني هلا صارت شوي شوي متوفره، السنه الاخيره بسوريا صارت متوفره. هذيك ما بقى بدك تحتاج لا للبعيد ولا للقريب، نعم. دكتور، بقى هلأ العدسات عم تتطور. نعم، اختيار نوعية العدسة بغض النظر عن السعر، أكيد رح يكون في تفاوت بالأسعار وفقا لجودة العدسة، ولكن اختيار نوعية العدسة أو وظيفة العدسة هي تبقى على عاتق الطبيب أنه يحدد للمريض، أم المريض يختار؟ وما هي أسعار العدسات عامة؟ هل هي غالية الثمن؟ هلا الاسعار متفاوته، ما فيني اقول لك قد ايه الاسعار لانه اسعار متفاوته نعم. بالسوق. تعرفي السوق عندنا ما صاير شو اسمه. اما نوع العدسه مم. طبعا عم يتشكل. هلا شوف العمليه حتى هلا مو كل عين تقدري تعملي له فاكو كمان. في حالات نعم. تنجبر مم. تعمل مثلا اذا في خلع عدسي، أيوة. في مم. ساد ناضج جدا يعني صاير قاسي كتير كتير، ما تقدري تعملي له فاكو. اذا بتعملي فاكو رح تتاخري بالتفتيت ورح يصير عندك وزمه، وممكن نعم. الوزمه يتاخر كتير. نعم. لذلك يضال على الطبيب وحاله النوعيه الساد اللي عنده، مم. وعليها يتقرر. نعم. اما بالنسبه لعدسه البعيد، يعني مم. بعيد وقريب، مم. هذا مرات الدكتور لما يشوف وضعه عام وطبيعي ومش اسمه يقدر يختار، يقول للمريض اختيارك بدك هذا ولا بدك هذا. نعم. دكتور، هي آمنة دائما؟ ان شاء الله. يعني سنوات طويله، وفي مرضى من 20 سنه عاملينه لهلا و25 سنه وكلها امنه. نعم. المهم بس يكون العمليه ناجحه وما يكون في عندها مضاعفات يعني هاي اهم شيء هي. نعم. يعني سير العمليه اذا كانت منيح، العدسه ما في اي اشكاليه.
دكتور، نقطة مهمة كنت بدي أسأل وأنت أشرت لها، مسألة إنه حتى نوعية العلاج بتتعلق وفقا لحالة الساد الموجودة عند الشخص. سواء إذا كان حالة الساد بتتوافق إنه أو بتكون مناسبة إنه يكون العلاج بالفاكو أو يكون في علاجات أخرى. ولكن نتحدث عن التشخيص دكتور، كيف تقومون بتشخيص هذا المرض؟ التشخيص الساعات يكون عن طريق سليت لامب. نعم. لما نطلع عليها السليت لامب هو الجهاز الشقي، مهم. بمجرد ما تطلع عليه بدك تشوف تعرف مباشرة هل العين عنده ساد ولا ما عنده ساد، يبين. ونسبة الساد قد ايه عنده، مم. قد ايه هي. بعدين نشوف له قدرة بصرية. مم. نحن عادة هلا ايام زمان في نقطة كتير مهمة، آه، لا بقى يتاخر. وهي ايام زمان لما كنا نعمل قبل الفاكو كنا نقول للمريض خليه يعتم منيح او يعني يتشكل منيح. هلا لا، آه. هلا الافضل بالفاكو كل ما كان بكير كل ما كان احسن. بس بكير مو مثلا والله يشوف 7 8 من 10 يعمل فاكو، لا. هلا تقريبا ستاندار، مم. ما دام المريض يشوف اقل من 5 من 10 تعمل فاكو افضل ما تتاخر لبين يسال بانه والله بس ما يشوف الضوء. نعم. لانه بحالات لما ايام زمان كنا نتاخر نقول لبين يكتمل الساعه. هلا لا، بالفاكو بالعكس، كل ما كان ابكر كل ما كان النواه طريه ما قاسيه، العمليه اسهل للدكتور وللمريض. دكتور، هل هناك اعتبارات تراعونها أو تأخذونها بعين الاعتبار تتعلق بحالة المريض الصحي قبل إجراء هذه العملية، سواء تتعلق بالعين أو تتعلق بأجزاء أخرى من الجسم؟ طبعا مثلا هلا في تحضير العمليه لما يتشكوي، لما يتقرر بانه بده عمليه بدنا نعرف عنده ضغط ما عنده ضغط، عم أها. ياخذ ادويه، مم. عم ياخذ مميعات. لانه بعد قبل العمليه عاده يوم يومين ثلاثه لازم يكون يوقف المميع. مم. في بالنسبه للسكري يكون سكريه مضبوط، ما يكون سكريه مثلا مهم. عالي وتعملي العمليه. هدول الاجراءات مم. روتينيه بكل المشافي العالم كله، من ضمنهم نحن نعم. هي كلها عم يصير بعين الاعتبار. نعم. دكتور، كم تطول مدة العملية عادة؟ الفاكهة هي عادة تحضير المريض ممكن يتأخر 10 دقائق ربع ساعة بين يتعقم ويتخدر. مم. أما كعملية مجملا من 10 ل 15 دقيقة. من 10 ل 15 دقيقة. بعد العملية دكتور، ما هي المدة التي تستغرقه العلاج أو الشفاء؟ هل مباشرة الشخص بيشوف أم هناك مدة محددة يجب أن يراعي فيها حالة العملية؟ ايوه. هلا بالنسبه للسؤال حلو، لانه كثيرين دائما يصير هنا العمليه بتعمليه يوم الاول بتحطي له شو اسمه شاش مشان نعم. ليوم الثاني، يوم الثاني نشيله ونبدا نعطيه ادويه. مم. عندنا ادويه الالتهاب عم نعطيهم لمده شهر مع التناقص، يعني الفتره الاولى عم نعطيهم كل ساعتين، بعدين كل 4 ساعات، كل اسبوع مم. خلال شهر. خلال هالشهر اهم شيء خاصه الاسبوع الاول ما يتقرب عليها المي. نحن أها. خوفنا الاساسي بهالعمليه هي عمليه هي الالتهاب، مم. بس يتلاشى كل شيء اسمه مشان التعقيم يكون. بقى غسل الوجه هدول مم. نقول عاده الاسبوع الاول لا يتقرب على العين، مثلا ما يفوت المي بجوات العين، ما يطلع نعم. مكان غبره، ما يطلع مكان مم. هدول عدد. والعين يتحسن مثلا باول يوم يبدا يشوف مم. كل الاحوال احسن، وكل ما يتحسن كل ما يروح وقت، يعني عاده خلال شهر يرجع النظر باذن الله مثل اول، يعني مثل نعم. كانه لما كان قبل السات. دكتور، إذا كان شخص عنده تشوش بالرؤية وكان عنده ساد أو ماء الأبيض في العين وهو أهمل الحالة عنده، ما هي المضاعفات اللي ممكن تصل إلها مسألة الإهمال؟ لما مساله الاهمال لما يترك الساد ويقول ما راح اعمل عمليه لانه أو ما يكون الساد منتبه ما كمان. عنده. أو ما يكون منتبه. ايوه الساد، لا ما مو معقول ما يكون منتبه، لانه ما يشوف بالعين، يعني مو معقول ما مم. ينتبه يعني. بس ها. ايش مم. إذا كان لانه يصير ما بقى يشوف. بس المشكله ايش؟ مم. اذا في منهم عنيدين يخافوا من العمليه او ما يعملوها، هدول والله يمكن لما يصير لا سمح الله. فتره النضج او ممكن فرط، العمى. نحن نقولها فرط النضج. مم. ايوه، في حالات نحن نقولها فرط النضج. فرط مم. النضج يبدا يتشكل الساد، لما يتشكل بشكل كامل وما يعمل عمليه بتنضج، وبعد منه يصير فرط النضج بتكبر، مم. بتاثر وين؟ على زاويه البيت الامامي، ممكن حتى يرفع ضغط العين.
وهونيك يكون آه. الإشكالية لسه أسوأ بكتير بكتير. دكتور، في بعض الأشخاص مرات لما بيصير عندهم حالة بالعين أو تشوش بيتجهوا إما لعند طبيب مشان يوصفوا لهم النظارة، أو بيتجهوا لمحلات النظارات وبياخدوا نظارة. هذا الشيء ممكن يتم استخدامه في مسألة العلاج قبل أو بعد، أو إنه هو أسلوب خاطئ في كل الأحوال إذا كانت الحالة هي ساد؟ هلا مثل ما قلت لك الساعات ما له دخل انه النظاره ما بقى في من تتاثر، لانه اذا بدا مم. السات مم. مثل يعني اذا بدا السات النظاره ممكن تحطي له شهر شهرين يرجع يقول لك كمان ما اشوف. ليش؟ لانه عم يزيد. نعم. علاج السات وعلاج جراحي فقط، نعم. ما تمام. في غيرها. يعني الا اذا يعني اذا بدات السات ما راح تتوقف الا بده يكون عمليه. دكتور. لذلك آه. الافضل يكون متابع عند الطبيب مم. اللي عم يتعالج عنده، مم. مشان يشوف عنده اذا بدا عنده بدايه السار. مم. كل فتره يراجع الدكتور خلال 3 شهور 6 شهور يعني يتابع مشان يشوف الموضوع. عم يتطور ولا لا. وهو كمان المريض يعرف بانه مثلا بده يطلع على شغله، مثلا ساعه موجوده على الحائط عنده بالبيت، ما دام يشوف هالساعه مع الوقت عم يصير فيها غباش اكثر واكثر، خليه يفهم بانه صار عنده مم. ساد. لازم يراجع الطبيب. الطبيب هون بده يعمل له فحوصات، بده يعمل له فحص، يشوف له الشبكيه، يشوف له العصب البصري، نعم. يشوف له. يعني بدنا نعرف مرات يجي عندنا ساد لاول مره وساد مكتمل ما بقى نشوف. اما آه. هلا متوفر عندنا اجهزه، مم. نعمل ايكو، نعمل او سي تي، نقدر نشوف بشكل يعني تقريبيا، نقدر نعرف بانه الوضع بعد الساد مم. منيح ولا مو منيح. نعم. دكتور، باختصار كيف تقيم واقع العلاجات العينية عنا بالمنطقة والتقنيات الموجودة؟ وأشرت قبل قليل مسألة أنه في أحدث كمان. كيف تقيم هذا الواقع؟ هلا نحن بالنسبه لوضعنا كسوريا عامه مم. وشمال شرقي سوريا خصوصا، نعم. بالنسبه للوضع العيني يعني عم بقدر اقول لك منيح منيح. آه. ليش؟ لانه الامكانيات، تعرفي شو الوضع. يعني فتره من الفترات كل الزملاء دول كان عندهم مشكله حتى تامين العدسات. آه. اما هلا الحمد لله مم. توسعت اكثر. مم. بالنسبه للعلاج اللي والطريقه اللي قلت لك فيمتو سيكوند ليزر، هذا لسه مو موجود، موجود بس فقط بدول متقدمه جدا، لانه جهاز غالي جدا آه. جدا جدا غالي. اما الموجود المتوفر من دمشق له مم. يعني عمليات كلها ناجحه. وما اقدر اقول لك يعني النسبه العظمى من المرضى نتائجهم رائعه. يعني ما يخلو اذا يكون في مضاعفات، يكون في مم. خفيفه او متوسطه، لكن كله مع الوقت كمان عم يتحسن ان شاء الله. نعم. دكتور، قلت مسألة المضاعفات هل هناك مضاعفات ممكن تصير بعد عملية الفاكو ليزر للساد؟ نقطة كنت أريد أن أسأل وذكرتني فيها دكتور. نعم يمكن يكون يصير عنده وزنه خفيفه. مم. عادة بالفاكو ممكن يكون يضل في وزن خفيف، او يضل بعد بقايا، او يكون مثلا مثل ما الساد اللي قلت لك اياه، الساد الخلفي. نعم. هدول كله مع العلاج يتحسن، مع الوقت يتحسن منيح. نعم. اما النسبه العظمى من الفاكو نتائجه ايجابيه جدا، تمام. والمريض مرتاح والدكتور مرتاح. نعم دكتور، هلأ بختام لقائنا، ما النصائح التي يمكننا توجيهها بداية للأشخاص يلي عندهم ساد أو أجروا عملية فاكو ليزر؟ هلا بالنسبه بشكل عام التغذيه المنيحه، آه. التغذيه كثير مهم. بس المتقدمين العمر بدهم تغذية دائما، وحتى الإنسان الطفل للكبير. يعني التغذية كتير كتير مهم، ومتابعة دورية عند الأطباء العينية. يعني لما تشوف عندك خلل لا يقول والله غباش خفيف مو مشكلة. أو مم. هلا مرات يطلع مثلا يجي يكون هو عنده شكوى من الغباش، يقول مثلا صاير عنا هيك بينه عندي مي بيضاء. بعرف مي بيضاء لبين يكتمل بعدين. بتشوف لما يجي يطلع عنده مشاكل تانية غير مي بيضاء، غير الساد، بيكون مضاعفات يعني أمراض تانية صعبة العلاج. لذلك مم. دائما وأبدا ننصح المرضى العينية خاصة ما ياخذوا قطرة هيك من الصيدلية مم. عشوائي. في شكوى يراجع أقرب طبيب عينية له، مم. بس مشان يتأكدوا إنه عين من الأعضاء الحساسة جدا بالجسم. نعم. بالبداية دائما تعرف الوقاية خير من العلاج. طبعا. بالبداية مشان إذا تشوفه راح يكون نتائجه أحسن إن شاء الله. إن أما شاء إذا تأخر وطلع عنده مشاكل تانية الله. راح يكون وضعه أسوأ. لذلك أتمنى
اي شكوى اذا كان استمر معه يوم يومين يراجع طبيب، اقرب طبيب، ولا مباشرة. ينتظر. نعم. وعامة دكتور، شو فينا نقول للناس لحماية أعينهم من المشاكل، من الأمراض؟ والله هون كثير مهم، يعني المرضى السكريين اهم آها. شيء لك، مم. ذكرتيني فيهم يعني. مم. ضبط سكر الدم، مهم لانه جدا. السكر الدم، السكر مو بس يعمل ساد، آه. السكر حتى يعمل اعتلالات شبكيه. مم. والفتره الاخيره عددهم مزداد كثير كثير بسبب عدم ضبط السكر. نعم. بتشوف مم. يجي عندك مثلا يقول لك والله عندي سكري يلقط، يطلع بعدين عنده تراكمي عالي جدا. مم. يعني المريض السكري هو الدبل لازم يدير باله على حاله من المريض العادي. نعم. ليش؟ لانه مشان هلا يصير عندنا حالات هون وبكل دقيقه مم. تعمل اسهال، بعد منه بتطلع عنده وزمه العضله الصفراء، او يكون عنده اعتلال شبكيه سكري منمي، عنده ندف ونزف معبأة، يعني ما يستفاد كثير من عمليه ساد. مع العلم بيكون الزميل اللي عامل العمليه عمليه نظيفه، والعدسه نظيفه، وكل شيء، بيت المقطع الامامي كله نظيف، اما مشكلته صايره بورا العدسه. لذلك نصيحتي للمرضى السكريين بالاخص مم. يديروا بالهم كثير كثير. نعم. وبالنسبه للكبار بالعمر، آه. يعني خلي يكثروا من الخضروات، من الفواكه، يعني من التغذيه الصحيه يعني. شرب الماء دكتور. كثير مهم شرب الماء، مم. شرب الماء مهم حتى مشان جفاف العين، لانه الجفاف كمان نعم صار عندنا مشكله هلا دكتور. بعد الوسائل التواصل الاجتماعي مم. واللابتوب والموبايل مم. والبلاي ستيشن عند الاطفال، يعني هدول نعم. كله يلعب الاضاءات، الاضاءات الليدات اللي عم مم. كلياتنا حياتنا كلها صاير الليدات الابيض، هدول كلها كمان. لذلك موضوع الايماء كثير مهم للجسم، نعم يعني شرب الماء، شرب السوائل كثير مهم. دكتور، فيما يتعلق بجفاف العين، مرات بعض الأشخاص أو الكثير من الأشخاص بيتوجهوا لمسألة الأخذ قطرة معقمة من الصيدليات. هذا الشيء دائما مفيد أم لا؟ أو هلا هو المرطبة. بالنسبه للمرطبه هي مو معقمه، كل القطرات العينيه دائما معقمه، ما في قطرات العينيه كلهم معقمه، لانه غير معقم ممنوع تحطه بالعين. نعم. هي قطره مرطبه مم. معقمه، بس هي قطره مرطبه. نعم. قطرات مرطبه الافضل يراجع له مره، يعني هلا دائما يقول مم. لازم انسان شي مره يروح عند دكتور عينيه بس يشوف له وضعه، اذا آه. اموره عنده اسوء انكسار طبيعي، عنده قياسات طبيعيه، عنده نظره كويس، مم. فقط نشفان، ساعتها بده يقول له الدكتور يوجهه بانه يتلاشى من الاضاءه، يتلاشى من الهواء، مم. ويتلاشى من الغبار والامور، مم. ويستعمل، بده يعطيه قطره مرطبه. القطره المرطبه يستعملها دائما ما في مشكله، بس اذا شاف حاله كثير مرتاح يخليه عند اللزوم، وفي قسم منه نعطيهم على مدار سنوات يعني. نعم. عرفتي؟ نعم. هاي المشكله. مم. دكتور، في بس سؤال. دائما ابدا العينيه من كثر حساس، الافضل لو شيء مره لا ياخذ شيء قطره على يعني نعم. من الصيدلي، خلي شيء مره بس دكتور عينيه يعرف وضعه، في شيء عنده ولا ما في شيء. نعم دكتور، في سؤال عبر البث إجانا بيسأل المتابع عن تكلفة العملية. التكلفة العملية نحن عندنا هون بس المشفى القلب والعين عملية الفاكوة عم ناخذ 1,500,000 نعم. اليوم، يعني مم. نحن لا طبعا نحن عم ناخذ بشكل مخفض عن الباقيين، يعني بالخاص شوي أعلى من هيك، دكتور. أكثر من هيك. 1,500,000 مع أيوه توفر العدسة. كامل، نحن هون آه. المريض يدفع 1,500,000 كامل. نعم. هذا القطرات، قطرات بده يشتري قطرتين هي مم. بس تكاليف العملية كاملة 1,500,000. نعم. بختام اللقاء دكتور، إذا بتحب تضيف أي شيء أو نقطة أنا ما سألت، تفضل. لا، بس نتمنى الصحة للجميع، ونتمنى نعم. شعبنا يعيش برفاهية أكثر نعم. بإذن الله. كثير الشكر لك دكتور، ولا معلوماتك القيمة. الدكتور مصطفى عبد الكريم، الاختصاصي في طب العيون وجراحتها، كنت معنا عبر الهاتف. وكثير الشكر لكم مستمعي ومتابعي بوير اف ام. بهذا الشكل انتهى لقاؤنا الخاص. كنت معكم من وراء المايك شف حسن. إلى اللقاء.